متسرع. فوالا حيت الطريقه اللي جا بها المدرب الطريقه باش جا متسرع والتوقيت فاش تختار معطله. لا ماشي هكاك. يمكن الوداد ما عندهاش مدرب، جبتي مدير تقني اللي هو حسن بن عبيشه، ماشي مدير تقني، راه مدرب، راه تقريبا اشتغل مع فروق وداك الشيء. ما ساعدوش حظ في ديك المباراه الاولى ضد ليفار. كانت تقدر تريط ماشي تريط على انك انا لا ادافع على حسن ولا انا كنعطيه اكس حطيتيه تما، جا اكس حطيتيه تما، عطيتيه واحد الماتش وي خسر. ما غاديش نتسرع انا دغيا. علاش؟ لان انت الا كتقلب على مدرب الوداد خصك تشوف البروفايل شنو هو اللي بغيتي اللي صالح ليك، اللي كيفاش غادي تجيب واحد المدرب اللي عنده الاكسبيريونس، اللي عنده بزاف ديال الحوايج. اذا يكون صبرتي واحد شويه يمكن انا كنقول كنتي تقدر تلقى واحد المدرب ديال سميتو اللي غادي يمشي معاك في داك الشيء اللي بغيتي انت. ولكن في واحد الوقت وجيز حضر مدرب ومن خلال الحضور ديالو التصريح اللي دار مؤخرا راه قال فيه كل شيء. قال لك انا ما كنت كنعرف والو على البطوله، ما كنعرف والو على اللاعبين، ما كنعرف والو على. اذا هذا الشيء راه خطير، راه ما يمكنش انت ما كتعرف حتى حاجه على الفريق ولا على الحضور الجماهيري ولا على سميتو. ما يمكنش يلا دخلتي غادي تحط. انا قلت لك ذاك النهار دخل يلا غادي يحط يديه، خصو البصمه ديالو. ما يمكنش لي زومبرانت ديالو يبانوا لك في ان سول ماتش 2 3 يلا كيقلب وصعيب عليك الحال. واحد التعليق اخويا فخر الدين ديال ياسين تيدغي، شكرا لك. المهم النص الاول ما غنقراهش حيت باش ما نتناقضوش، ولكن نقرا غير المثل. قال لك ما يمكنش انت عارف عندك العرس 6 شهور قبل وتجيب قشابه مقطعه. سؤال واش الوداد استعدت لهذا المونديال؟ لا ماشي هكاك. شوف الاستعداد ديال الموندياليتو كيبغي المقومات ديالو بيني وبينك انايا من بعد ما تقسيتي في مناسبات ومشاو لك القاب في الاول والظهور ديالك بهذا الشكل في البطوله، يعني مدرب جديد، هذه كلها اشياء اللي غادي تاثر. لانه انت غادي تدخل لواحد العرس رياضي اللي هو الموندياليتو، خصك تكون موجود ليه. يمكن انا بالنسبه لي بانه الظروف ما ساعدتش، ومالغري هادشي كله كنت تقدر توصل. مالغري الظروف كامله. فريق الوداد نهار السبت ما كانش ضعيف بحال اللي كان كيتوقع واحد العدد كبير بانه فريق الهلال ولا غيسيطر وغيدير. كانت مباراه عاديه، وكان نعاود نكرر كانت 50-50 كان فريق الوداد يقدر يتأهل. انا اللي غادي نهضر عليه هو هادشي اللي كنتكلم عليه دابا، هو السرعه في القرار. دابا المشكله اللي غتبقى مطروحه لا تكون شي سرعه اخرى في شي قرار اخر. دابا حنا ما عارفينش دابا الامور كيفاش غادي يدار بها. صحيح بانه راه باينه في لا صحيح بان جمهور فريق الوداد مقلق ومن حقه ملي كتشوف هذاك الحضور الجماهيري في الرباط. والمشكل وهذاك النهار انا جالس مع الاخ ديالي وشي واحد عيط لي، وقعت واحد حدث سير لاحد الجماهير من شي ناس كانوا كيتفرجوا، يمكن واحد مات وجوج في الكوما، والدري اللي عيط قال الاخ ديالي بانه انا ما نقدرش نتصل بالعائله ديالهم وكي غادي ندير تيبكي. واحد الحاله عرفتي ما نكذبش عليك، ملي كتسمع بحال هذاك الشيء اللحم ديالك تتبورش. وقعت حادثه، يعني داك الشيء كان الناس مشات مسكينه بتتفرج، الناس غامرات. انت كتعرف طريق الرباط لوطوروت ضيقه ما فيهاش هذا، فالله يحسن العوان. الناس راه كتضحي معاك. انا راه ديما تنقول والله الا سعداتكم، انا تنقول بسعداتكم، جاب لكم الله جمهور ظريف، الجمهور تيمشي وكيتفرج ومالغري النتائج السلبيه المواعيد الكبيره ديما معاك تيحضر لكم وكيتفرج فيكم وما كيقدرش يسب وما تيعايرش وما كيديرش وما كيضغطش عليكم. اش كيبقى نتوما اللي خصكم شوف تخدموا والاداره تخدم باش كنعاون انا داك البيبليك اللي جابوا لي الله. ولكن ما عندك ما دير. انا كنقول بانه اليوم دابا الان خص بنادم يطريط دكلاس الارض وتشوف شنو هو المشكل اللي كتعيشوا دابا حاليا. اذا كاينه شي حاجه وان ديفو في مكان خاصك تجلس وتناقشوا بواحد الهدوء. ولو انني اشم رائحه شي قرارين عاوتاني، ولكن اموني طفي به العافيه. دابا واحد القضيه راه كنقولها لك انا، راه الاختيار
الاختيار. غتبقى غادي كدور في نفس لا الاختيار منير، الاختيار باقي ما وصلناش على انه نشوفوا الاختيار ديالنا الصائب. راه فوا كتحط الفرقه كتقلب على بروفايل اللي صالح. راه الكاهل ديال ديك الفرقه وداك الشيء اللي هاز ديك الفرقه بتاريخها باللعابه ديالها اللي دوزات بالمسيرين ديالها بجمهورها، خاصها واحد السيد عنده هذا الشيء كيتوفر عليه، كتوفر فيه هاد الشروط، توفر فيه هاد الشروط على الاقل تا هو مدقدق شبعان افريقيا، شبعان عالميه، شبعان. دابا ما فهمتش انايا، ما عرفت جو سي با. حنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام برنامج البطوله الساعه الثانيه باستوديو